نجاة الوافي تثير الجدل بأحدث منشور لها على الانستغرام. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. أثارت الفنانة المغربية نجاة الوافي الجدل من خلال الدعوة التي وجهت لمتابعي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام من أجل تضافر جهود مساعدة المتضررين من الزلزال الذي هز المغرب قبل حوالي أسبوعين. واقترحت نجاة إرشاد متابعيها عبر مجموعة من الطرق التي دونتها قائلة: إلى إخوة المواطنين المغاربة، في هذه الأوقات الصعبة لقد أصبحت تقاليدنا المتمثلة في الكرم والرحمة واللطف معترف بها مرة أخرى في جميع أنحاء العالم. تابعت قائلة: فيما يلي بعض الأشياء البسيطة التي يمكننا القيام بها لتعزيز جهودنا. التبرع بالدم إنه أمر بالغ الأهمية لبقاء الضحايا المصابين. التبرع بالوقت، التطوع في المناطق الأكثر تضررا ورعاية أولئك الذين عانوا من صدمات كبيرة، ليس فقط في تلك المناطق لكن أيضا في مدن أخرى من خلال المنظمات التي تعمل مباشرة مع المناطق المتضررة، الجمع والفرز وما إلى ذلك. التبرع بالمال إذا كانت لديك الإمكانيات، تبرع لمنظمات جديرة بالثقة أو مباشرة لبنك المغرب. وختمت منشورها قائلة: كن حذرا، تجنب مشاركة الأخبار التي لم يتم التحقق منها، يمكن أن تؤدي الأخبار المزيفة إلى سوء فهم المعلومات المهمة وتعيق قدرتنا على مساعدة من هم في أمس الحاجة إليها. جدير بالذكر أن تدوينة الفنانة نجاة الوافي قد قوبلت من قبل عدد من متابعيها بالسخرية، مشيرين عبر تعليقاتهم إلى أن تدوينتها متأخرة وقد طبقوا كل تلك الأمور مباشرة عقب وقوع الزلزال. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إن شاء الله في موعد قريب.